السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بودكاست مع عماد. اليوم غنهضروا على موضوع ديال الساعه مدينه سيدي قاسم، موضوع ديال الرياضه في هذه المدينه. وباش نفصلوا اكثر في هذا الموضوع كنستضيفوا معنا الاستاذ والناشط الاعلامي يونس العراجي. سي يونس، مرحبا بك. مرحبا الأخ عماد، ومرحبا بالمتتبعين والمشاهدين الكرام. عرفت الموضوع ديالنا اليوم؟ أكيد سي عماد، وأتشرف بهذه الدعوة الكريمة. اوكي، نبداو ان شاء الله في محاور الاسئله ديالنا ان شاء الله. اول محور السي يونس هو غنهضروا على، حنحاولوا نشخصوا الواقع ديال الرياضه في مدينه سيدي قاسم. كسؤال اول، بصفتك انت اولا انت ابن مدينه سيدي قاسم ومتتبع الشأن الرياضي من زمان، من قبل ما تولج المهنه ديال التعليم وانت كتتابع الشأن الرياضي. السؤال ديالي هو كيفاش كتوصف الحاله اللي وصلت لها الرياضه في مدينه سيدي قاسم، وبالخصوص الحاله اللي وصلت لها فريق اتحاد رياضي قاسم؟ والأخ عماد، لا يخفى على متتبع ولا على الساكنة ولا الجمهور القاسمي الحالة المزرية اللي وصل لها سواء الفريق القاسمي ولا الرياضة في مدينة سيدي قاسم اليوم. يمكننا نقول على أن الرياضة في سيدي قاسم في غرفة الإنعاش، تحتضر. تحتضر. فريق اتحاد سيدي قاسم كيف ما كنعرفوا اليوم كيمارس في القسم الوطني الاول هوات، واعتقد ان الالطاف الالهيه هي اللي تقدر يعني انها تحمي الفريق من السقوط للقسم الوطني الثاني هوات. يعني القسم الوطني الثاني هوات كنقولوا القسم الخامس. الفريق كيدي اسفل الترتيب الرتبه الخامسة عشر. اعتقد انه من الصعب انه يضمن البقاء، ولو على الاقل يعني انه يلعب مباراه السد. بخصوص باقي الرياضات في مدينه سيدي قاسم، كنعرفوا على انها فريق اتحاد سيدي قاسم لكره اليد كيمارس اليوم في القسم الوطني الثاني. كذلك كاين باش ما نفصلوش بزاف في الرياضات، حيت باقي عندنا في المحاور ديالنا غنهضروا على الرياضات الاخرى. ننتقلوا للسؤال الثاني. هاد التراجع اللي واقع الرياضه في مدينه سيدي قاسم، واش كتشوفوا فقط هو نتيجه، نقدر نسميوها بين قوسين ازمه نتائج، وخا هي ما كايناش ازمه نتائج، ام هو انعكاس الازمه اعمق من هذا؟ سي عماد، الناس ديال سيدي قاسم كيعرفوا على ان المدينه عرفت واحد التراجع ديال الرياضه يعني من زمان من زمان. كيف ما كتشوف بان اليوم ما كنشوفوا انه ما كانش واحد الرؤيه استراتيجيه واحد الرؤيه استراتيجيه شموليه اللي نقدروا اننا ننهضوا بها بقطاع الرياضه في سيدي قاسم. يعني ماشي غير الفريق ديال اتحاد سيدي قاسم لكره القدم، لا، باقي الرياضات. يعني ان كنشوفوا كيف ما قلت لك ما كايناش واحد الرؤيه استراتيجيه، وما كاينش واحد الزاويه اللي كتشوف سواء على المدى المتوسط او المدى البعيد. هذا هو اللي مخلي على ان الرياضه في سيدي قاسم كتعرف واحد التراجع. ننتقلوا السؤال الثالث، وغادي نشوفوا، نرجعوا نمشيو للكره بالضبط ولا لكره القدم في مدينه سيدي قاسم. شحال هذه انا حنا بطبيعه الحال ما حضرناش لان ننتمي لنفس الجيل، جيل والدينا كان كيقول لك ايسكا ايسكا ايسكا، كنا كنمشيو نتفرجوا في التيران. واش كتشوف سيدي قاسم انها فقدات ديك الهويه الرياضيه ديالها؟ سي عماد، انا بعدا شخصيا اتحسر على انني من جيل التسعينات. نعم، بطبيعه الحال ما عشناش المرحله ديال الثمانينات والسبعينات، عصر الزهور ايام فريق حفار القبور. انا اليوم كنلتقي مجموعه مثلا من الزملاء الاعلاميين الرياضيين ومن اللاعبين السابقين في صفوف الفرق الوطنيه كيقولوا على الواقع ديالهم، كيقولوا لي شنو واقع عندكم في مدينه سيدي قاسم، شنو اللي خلى فريق حفار القبور وصل لهذه المرحله. حنا كنعرفوا بان فريق اتحاد سيدي قاسم في الثمانينات والسبعينات كان فريق كبير، يعني كان كيتلقب بفريق حفار القبور. والفرق الوطنيه كانت كضرب ألف حساب قبل ما تجي تلعب في ملعب العقيد العلام. للاسف كنشوفوا ان الفريق اليوم وصل لواحد الحاله لا يعكس تماما التاريخ. اكيد، ولكن التاريخ لا يشفع اليوم فريق اتحاد سيدي قاسم، ما غاديش يشفع عليه التاريخ. طبيعه الحال نشوفوا النتائج اللي كاينه اليوم. طبيعه الحال. دابا ندوزو لواحد المحور اكثر اهميه، من لا يقل اهميه على المحور الاول، ولكن هو سنغوص او سنتغلغل في مكان من الخلل. المحور الثاني غيكون حول كواليس التسيير. كسؤال سيونس، ديما ملي كنشوفوا الرياضه اون جينيرال، يعني الرياضه بصفه عامه، ديما كنشوفوا هذاك المشكل ديال هناك ازمه تسيير هناك ازمه تسيير. فيما يخص الرياضه القاسميه وبالضبط كره القدم وبالضبط الاتحاد الرياضي القاسمي، واش هناك ازمه تسيير ام هناك غياب كفاءات، ولا كاين شي صراعات شخصيه اللي خلات تعكس هذا الواقع على الفريق؟
وسي عماد باش نرجع معك واحد نوستالجيا شويه للوراء. فريق اتحاد سيدي قاسم حقق الصعود سنه 2016. 2016. الا كنتي كتذكر معايا في ديك المرحله كان الفريق اتحاد سيدي قاسم كيشرف عليه يعني بصفه مباشره عامل الاقليم انذاك عبر لجنه مؤقته. عبر لجنه مؤقته اللي كان المندوب الاقليمي للشبيبه والرياضه انذاك هو رئيس الفريق. من بعد ما حقق الفريق الصعود، يعني كان واحد المكتب المسير انذاك اللي قاد الفريق تقريبا لواحد المده ديال 4 أو 5 سنوات. بعد ذلك يعني كان واحد التغيير، جاء رئيس جديد. الازمه التسييره سي عماد منذ صعود الفريق للقسم الوطني الثاني، ف هناك بدات ازمه مع الموسم الاول. ذكرتي واحد السنه مهمه بدات الازمه عند الفريق. ذكرتي واحد السنه مهمه في التاريخ الحديث ديال فريق الاتحاد الرياضي قاسم. سنه 2016 هي السنه اللي سيف ذو حدين، السنه التي صعد فيها فريق الاتحاد الرياضي قاسم الى قسم ثاني، والسنه اللي غلق فيها الملعب ديال عقيل علام. يعني واش نقدروا نقولوا ان هذاك الاغلاق هو السبب في الوضعيه الحاليه ديال فريق الاتحاد الرياضي قاسم؟ وسي عماد راه اي متتبع ولا اي واحد من الجمهور ديال فريق سيدي قاسم غادي تقول له يعني امتى بدات بوادر الازمه عند الفريق القاسمي؟ 2016. غيقول لك مباشره من بعد مقابله فريق المغرب الفاسي والشغاب اللي كنتفكروا انا ذاك مقابله المغرب الفاسي. اكيد كنا انا وياك في الملعب. تما يعني صدر قرار ديال اغلاق الملعب. الفريق كيلقى راسو متشرد، مجبر انه يتنقل في يعني الفريق ولا كيعيش واحد الحاله ديال التشرد. كيستقبل تارة في ملعب الشهود في مدينه الرباط، تارة ملعب البلد بالقصيري، تارة في الملعب الشرفي بمكناس. يعني الفريق لقى راسو دخل في واحد الدوامه. وكيف ما كنعرفوا بان القوه ديال فريق اتحاد سيدي قاسم كانت هي الجمهور ديالو. الجمهور متعطش كان انا ذاك الفريق. يعني الفريق يلاه حقق الصعود، كلشي منتشي به، كان واحد الفرحه. يعني كنا كنشوفوا ان المقابلات الاولى كانت كتعرف يعني امتلاء الملعب عن اخره. يعني منذ بدايه الفريق في مقابله ديال فريق المغرب الفاسي تما بدات الازمه عند الفريق اللي خلاته كيوصل لهذا. بالاضافه لاسباب اخرى يعني غادي نطرقوا ليها. غنبقاو في هذه سنه 2016. منين طلع صعد الفريق القاسمي للقسم الثاني، الا لاحظتي معايا وبطبيعه الحال كنا تبعنا كاملين بحكم ان التتبع ديالنا للشان الرياضي في مدينه سيدي قاسم. مرحله الاياب سالها الفريق القاسمي في المرتبه الثانيه. يعني كاملين كنا كنشوفوا وكاملين حلمنا كنقولوا واش بصح سيدي قاسم الاتحاد الرياضي القاسمي غيطلع القسم الاول. ماذا حصل؟ وسي عماد وانا كنتذكر هذيك المرحله. سيونس قبل ما اسمح لي قاطعتك، حنا الموضوع ديالنا هنا ولا البرنامج ديالنا هنا بدون لغه خشب. اكيد بلا زواق، بدون لغه خشب. اجل الشفافيه والنزاهه. انت كتعرفني وانا كنعرفك والجمهور القاسمي راه كيعرفنا اكيد. اللي وقع في ديك المرحله سي عماد هو انه وانا كنتذكر ان الفريق يعني كان حصل على المرتبه الثانيه، كان وصيف في المرحله ديال الاياب. يعني تما وقع واحد التغيير اللي يعني حتى واحد ما فهم شنو وقع. ماذا حصل. الفريق كنتذكر انه كان خاض اول مقابله في الاياب، كان انذاك امام فريق مولوديه وجده. المقابله كانت انتهت انذاك بنتيجه 4-3. بعد ذلك استقبل الفريق في الميدان ديالو، انهزم. من تما بدات التراجع. ولو انه كان جات ديك المقابله ديال فريق المغرب الفاسي اللي كنا كنعرفوا انذاك كان كيشرف عليه المدرب طارق سكيتيوي، كان كيسعى للصعود. كانت واحد شحنه ايجابيه للاعبين، كان واحد المعنويات مرتفعه ونفذنا عليهم اليوروز. واستطاع الفريق انذاك انه ينتصر. ولكن مباشره بعد ذلك وبعد اغلاق الملعب العقيد علام السقوط الى الهواء. الملعب العقيد علام الاغلاق ديالو كيف ما قلت لك كان من الاسباب المباشره في التراجع ديال نتائج الفريق. ننتقلوا لسؤال اخر، هو فيما يخص البنيه التحتيه. مادام اننا ذكرنا ملعب العقيد علام اللي كتعتبر من البنيه التحتيه في مدينه سيدي قاسم، كيفاش انت كتشوف هذه البنيه التحتيه؟ واش بصح عندنا ملاعب وفضاءات فين نقدروا مثلا نشوفوا مواهب جديده، نشوفوا نجوم ونشوفوا مواهب صاعده؟ بعد اول شيء اللي نقدر كنطرح واحد علامه استفهام على، يعني وهذا نداء موجه للمسؤولين، كنطرح علامه استفهام على توقف الاشغال بملعب العقيد العلام. ما عرفناش يعني هاد
هذا التوقف تاع الاشغال واش مرتبط بالشركه المسؤوله ولا مرتبط بالجهات والقطاع الواسع على الرياضه، هنا غنطرحوا ولا سؤال، عنده علاقه. نعم. كمل سيونس. انا نطرح سؤال على فيما يخص التوقف ديال الاشغال. واش التوقف هذا هل يعتبر بطاقه سياسيه؟ ولا اعتقد انا بكل صراحه ما عنديش معطيات بخصوص هذا التوقف، يعني شنو السبب ديالو كيف ما قلت، واش من طرف الشركه المسؤوله على الاصلاح، ولا عنده علاقه يعني بالجهات المانحه اللي مكلفه يعني بالملعب. هناك ايادي خفيه وممكن حنا ما عارفينش، ولكن حنا فقط هذا تساؤل كمواطنين قاسمين. هذا تساؤل كنطرحوه وكنتمنوا اننا نتلقاو الاجابه ديالو. خصوصا ملي كنشوف الورقه التقنيه المعلقه امام الملعب، كنشوف ان نهايه الاشغال عامين، يعني سنتين. لا اعتقد سي عماد ان الاشغال غادا تنتهي في نرجعوا للموضوع ديالنا. كيفاش كتشوف البنيه التحتيه في البنيه التحتيه في سيدي قاسم في هذه المرحله، يعني في هذه السنوات الاخيره كنشوف بانه ولاو عندنا ملاعب قرب ديال القرب. ولكن السي عماد هنا غادي نطرحوا واحد شكون اللي غادي يلعب في هذه الملاعب القرب؟ والسؤال عفوا السؤال الاعمق، كيف يسير هذه الملاعب القرب؟ كيفاش كيتسيروا باش اننا مثلا انا ملي كنمشي كنلقى ملعب القرب مسدود، فين غنلعب؟ او ملي كيطلب مني ادي مبلغ مالي مقابل انني نلعب واحد الساعه في ملعب قرب، اين هي هذه الاستفاده؟ هذا واحد النداء اللي نقدروا نوجهه للناس اللي مسؤولين على ملاعب القرب، خاصه عندنا هنا الناس ديال سيدي قاسم. ملاعب القرب يعني من المفروض انها تكون مجانيه، خاصه للاطفال الصغار، لان حنا كنعرفوا في سيدي قاسم راه ما عندناش شي متنفس للاطفال الصغار من غير هاد ملاعب القرب اللي خصها تكون مجانيه للوليدات باش يستافدوا منها. وهنا نقدر يعني نفتحوا الباب ونهضروا على الفئات الصغرى. وانت كتعرف السي عماد هذا موضوع تقبير لفئات الصغرى القاسمين. هذا موضوع كبير، هذا السي عماد ديال الفئات الصغرى، خصو حلقه اخرى. هذا خصو حلقه اخرى ديال الفئات الصغرى. سيدي قاسم، ننتقلوا لواحد السؤال اكثر اهميه، هو مهم، السؤال اللي كيتعلق بالماديات، بالفلوس. فيما يخص الفريق الاتحاد الرياضي القاسمي، واش هناك غياب دعم مالي ام هناك دعم مالي، والمشكل هناك في تسيير نفقات ديال هذا الدعم المالي الممنوح؟ وكيف ما كنعرفوا بان الفريق القاسمي راه كيستافد من منح، سواء من المنح مجالس الاقليم، مجالس المنتخبه او الجامعه، المنحه ديال الجامعه، كذلك المنحه ديال المجلس الاقليمي، المنحه ديال المجلس الجامعي، المجلس البلدي، كذلك مجلس الجهه. الفريق القاسمي كيستافد من هذه المنح اللي كنظن على انه كاين واحد سوء ديال التدبير ديال هذه المنح. ولو انه يعني من المصادر الخاصه ديالي على ان هذوك المنح اللي كتعطى للفريق القاسمي هي ماشي في اطار شراكه. الفريق ما عندوش شراكه سواء مع المجلس البلدي او المجلس الاقليمي، ولكن رغم ذلك فالفريق كيتوصل بهذه المنح. ولكن كنشوفوا انه كاين واحد سوء تدبير اللي انعكس على الفريق. وحنا كنعرفوا بان الفريق راه عنده ملفات نزاعات في غرفه النزاعات في الجامعه الملكيه. غننتقلوا لواحد المحور اللي يتعلق بالاعلام المحلي. هذا المحور هذا محور شائك. حنا نلاحظ ان الواقع ديال الاعلام المحلي في مدينه سيدي قاسم. السؤال الاول سيونس هو واش الاعلام المحلي سواء المنابر الالكترونيه او الصفحات الفيسبوكيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف فيسبوك، انستغرام، واش كتلعب دور ايجابي فضح هاد الاختلالات ولا هي كتكرس هاد الازمه؟ وبكل صراحه السي عماد، شوف كندويو بصح حنا عندنا اصدقاء كيجيريو دابا صفحات رياضيه وصفحات محليه باش تكونوا فاهمين، ولكن حنا تحيه لجميع الزملاء ديالنا من هذا المنبر. ولكن اللي نقدر نقول لك السي عماد راه للاسف حنا هنا في سيدي قاسم كنشوفوا ان الاعلام المحلي مازال ضعيف، كيعيش على واحد الدوامه، يعني وداخل في واحد الدوامه اللي لا انا ولا انت راه حنا كنعرفوها مزيان، وكيعرفوها حتى الناس ديال المدينه، وكنعرفوا الخطوط التحريريه ديال كل يعني السيونس بغيتي تقول ان موقع وكل منبر يعني
الطريقه اللي كيشتغل بها. هذه حقيقه وهذا واقع، يعني باش نكونوا فاهمين، باش نكونوا صراحه ونكونوا فاهمين. الاعلام المحلي كيلعب دور كبير في التنميه بطبيعه الحال في جميع المجالات. اولا حنا كيف ما كنعرفوا بان حنا هنا عندنا في مدينه سيدي قاسم كاينين بعض المواقع اللي كتنشط لا على المستوى، يعني المستوى مثلا السياسي الاجتماعي وبزاف كيغطيو جميع بزاف ديال اكيد. ولكن رغم ذلك كنشوف على انه مازال خصنا كاينين يعني بين قوسين كاينين بعض الصفحات اللي كان زعما كنتابعهم كيحاولوا انهم كيف ما نقولوا كيحاولوا يوصلوا المعلومه، كيجتهدوا. ولكن رغم ذلك كنشوف بانه مازال الاعلام عندنا خصو يتطور. يعني ملي كنشوف حنا الاعلام بصفه عامه فهاد الدور الاعلام ديالو هو التبليغ والتثقيف. حنا سيدي قاسم سيون تسمح لي نقول واحد الكلمه اللي هي ان كنشوفوا الاعلام سيدي قاسم هو عباره على اقلام ماجوره. واش متفق معايا؟ والكلمه اللي ما قلتهاش يعني راك قلتيها السي عماد ضروري. حنا هنا ما غاديش نقول اقلام ماجوره ولكن اقلام مواليه، مواليه مقابل اجر. فهمتيني يا سي عماد كيفاش بغيت نقول؟ عندنا اقلام مواليه يعني وراه الناس ديال سيدي قاسم راه كيعرفوا يعني كل واحد عنده مع من كيكتب، وهذا الشيء اللي كيخليهم انهم في بعض الاحيان وللاسف بعض الزملاء يعني انهم راهم كيدخلوا في بعض الصراعات، وحنا راه كنتابعوا هذا الشيء هذا يعني صراعات وبلطجه وكذا كيدخلوا في بعض الصراعات وفي بلطجه ويعني ومجموعه من المناوشات اللي كنتمنى شخصيا على انهم ما تبقاش مدينه سيدي يتجاوزوها. الاخوان يعني خاص تكون واحد الاحترام، واحد يعني التعاون ما بين الزملاء هو اللي كنشوفوا انه غايب للاسف غايب عندنا هنا في مدينه سيدي قاسم. غنبعدوا شويه من الكره نخليوها في اتساع نمشيو للرياضات الاخرى في سيدي قاسم. واش كتشوف ان هناك رياضات في سيدي قاسم كتحقق نتائج ولكن الحق ديالها مهضوم اعلاميا؟ وهو كيف ما كنعرفوا جميع على ان فريق اتحاد سيدي قاسم لكرة القدم كياخذ يعني الشعبي عنده شعبيه اكثر هنا في سيدي قاسم والمتابعه الجماهيريه. كنعرفوا على انه كاين ايضا رياضات اخرى فريق اتحاد سيدي قاسم لكرة اليد، وهنا يمكن لي ان نبلغوا يعني التهنئه ديالنا للفريق النهضه القاسميه لكرة القدم ادريس الشوكي داخل القاعه اللي تمكن انه يحصل على لقب ديال عصبه الغرب ويعني حقق الصعود يعني كنوجهوا لهم التحيه ومبروك عليهم من هذا المنبر. كرة السله كان فريقين ديال اتحاد سيدي قاسم والنجم القاسمي. كنظن على ان هاد الفريقين اليوم يعني ما بقاوش كيمارسوا في الاقسام، وهذا لماذا وهذا تساؤل يعني كنطرحوه على الناس المسؤولين على هاد الفريقين، يعني علاش الفريقين ما بقاوش كيمارسوا. كذلك نبغي نعطي واحد الاشاره هو انه فريق تم الاعلان يعني في الايام القليله الماضيه على انه فريق الدفاع القاسمي رسميا العوده ديالو غير جاء النشاط الكروي ديالو. وحنا كنعرفوا يعني المجهودات اللي كتقوم بها العائله ديال العقور سواء السي محمد او عادل يعني كنوجهوا لهم التحيه على انهم غادي يعاودوا يحيوا هذا الفريق الدفاع القاسمي اللي كيمثل واحد الحي اللي في سيدي قاسم، حي عريق حي الزاويه. يعني كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وما نساوش واحد الفريق حتى هو في هذه الفرصه هذه انا ذكرنا الفروق ديال مدينه سيدي قاسم، فريق اشراق الرياضي. اعتذر انني نسيت برئاسه سفيان ايد صلاح فريق الاخوان ديالنا اللي كنوجهوا لهم التحيه من فريق الاشراق الرياضي القاسمي. كنوجه لهم واحد التحيه كبيره للناس وكنعرفهم كيفاش كيشتغلوا على الفئات الصغرى. عندهم مدرسه ديال كره القدم. كنقولوا فئات صغرى كنقولوا حتى نادي الامل الرياضي. ايضا نوجهوا التحيه لفريق الامل الرياضي القاسمي الاخ امين القنص الاخ امين قنت ومحمد شعنان اللي حتى هما يعني كنعرف الطريقه مجهودات كتلاحظ انه عندهم واحد مجهودات كبيره كينظموا دوريات كيتنقلوا يعني بكل صراحه كيديروا واحد المجهود كبير. كذلك فريق الاشراق الرياضي القاسمي يعني عندهم الفئات الصغرى كيحاولوا انهم يجتهدوا، عندهم طموح. كنتمنى لهم كامل التوفيق باش ما يتقلقوش علينا. عاوتاني الناس كاين عاوتاني نذكروا عاوتاني حتى فريق الشباب القاسمي ديال الاخ ايمن العوفي في حي الزاويه. ايضا حتى هو واحد الفريق اللي انا كنشوف انا خدمت معاهم شخصيا، فريق يشتغل في صمت
بدون دعم ولكن يحقق نتائج ايجابيه. راه كاينين مجموعه من طبيعة الجمعيات الحال. الرياضيه. طبيعة الحال. ذكرتي الاخ ايمن العوفي، كاين ايضا فريق رجاء صحراوه ديال الاخ الصديق ديالنا محمد الزين. راه كاينين مجموعه من الجمعيات. الافاق الرياضي ديال كره القدم النسويه. الفريق كنا غادي نساو السي عبد اللطيف. كنا غادي نساو السي عبد اللطيف طبيعة الحال. الهرم، فريق ديال الافاق الرياض النسوي لكره القدم. كما قلت كاينين مجموعه من الجمعيات الرياضيه اللي كتنشط في المدينه وكتعنى بالفئات الصغرى. تحيه لهم، هاد الناس كيشتغلوا. المطلوب هو ان يعني الناس اللي مسؤولين لم الشمل وفي نفس الوقت الدعم ديال هاد الجمعيات الرياضيه. داكشي اللي كاين. كما كنشوف حنا هاد المدينه هذه كما شفنا دابا، حنا درنا جرد كاع الرياضات وكاع الفرق نورمالمون خصها تكون انتعاشه، ولكن ملي كنشوفوا الواقع كنلقاو الاسف، يعني كنلقاو العكس. نتمنى ان شاء الله هذه رساله للمسؤولين انه يكون واحد لم شمل ديال كاع الاقطاب وكاع الاجناس الرياضيه في مدينه سيدي قاسم باش اننا نعشوا الرياضه القاسميه ونفيقوها من الانعاش ديالها. كسؤال، شنو نقدروا نديروا خطوه مستقبليه باش اننا نعاودوا في اطار هذا السؤال ديالي كيرتبط باخر حاجه قلتها اللي هي اعاده انعاش الرياضه القاسميه. اول شيء السي عماد، وانا كنت كنطالب به يعني حتى المسؤولين كنت يعني سواء على الفريق الاتحاد القاسمي او باقي الانديه الرياضيه، هذا كخطوه اولا هو تاسيس مكتب مديري. ما يمكنش اننا عندنا مثلا الفريق ديال عندنا فريق ديال الاتحاد سيدي قاسم للالعاب القوى. كنتمناو ان الفريق ديال الاتحاد كاينه بنيه تحتيه ديال الالعاب القوى. كاين عندنا الفريق الاتحاد سيدي قاسم لكره اليد، الفريق الاتحاد سيدي قاسم لكره القدم. يعني اول شيء هو يكون عندنا واحد المكتب مديري اللي كيضم جميع الفروع، كره اليد، كره القدم، كره السله، كره السله، العاب القوى الى غير ذلك. ايضا هاد الانديه ملي كنهضروا في كره القدم عندنا هاد الجمعيات الرياضيه اللي ذكرناها كامل. علاش ما غاديش تكون واحد الشراكه مع فريق الاتحاد سيدي قاسم ويستافد من هذوك الوليدات تاع دوك الفئات الصغرى؟ كنشوفوا ان فريق الاتحاد سيدي قاسم اليوم راه ما عندوش فئات الصغرى. فين هما ولاد سيدي قاسم؟ راه فريق رجل 2016 راه كانت تقريبا نسبه كبيره من الفريق مشكله من ولاد سيدي قاسم. اكيد راه نجردهم لك بالاسماء السي عماد. راه ملي كنهضروا على التركيبه البشريه اللي كانت حققت الصعود 2016 راه كنلقاو اكثر من 10 لاعبين. كان حمزه الموشوم، خالد العلي، وابراهيم المنتصر، كلهم تعرفوا في فئه سنيه الكبار القميحي، جود السماعلي، المهدي عازم، سامي الكيزان، ولو انه ابن مدينه سيدي سليمان فهو يعني عمر في فريق اتحاد سيدي قاسم. اللاعبين عاوتاني بزاف اللي كانوا مع الفريق. انا داك اعتذر لما ذكرت شي اسم، بزاف تاع اللاعبين اللي كانوا ولاد سيدي قاسم وكي حقوا الصعود انذاك. اسماعيل الهليلي، يعني مجموعه من اللاعبين. القوه ديال الفريق القاسمي فولاد البلاد. راه ملي كنهضروا الى رجعنا واحد 30 سنه للوراء، راه فريق اتحاد سيدي قاسم راه كانوا العائلات، كانوا الاخوان. باش تشتهر فريق اتحاد سيدي قاسم انذاك كان الاخوان العمري، الاخوان اللوماري، الاخوان بن دحان. ملي كنهضروا على العربي الشباك رحمه الله، الصماط راه حاز مع المنتخب. كان العائلات هي داك حاز مع المنتخب على كاس افريقيا ديال 76. اسماء كبيره يعني لعبات فريق اتحاد سيدي قاسم وابناء مدينه سيدي قاسم. ولكن الواقع الان نتمنى ان شاء الله تكون حسن، ونتمنى واقع اللي يعكس التاريخ ديال فريق الاتحاد الرياضي القاسمي. سؤال اخير واخيرا وليس اخيرا، رسالتك مفتوحه للمسؤولين والمسيرين والجمهور القاسمي الغيور. سي عماد، في هذه الرساله غادي نكون شويه غنطول فيها. الناس اللي مسؤولين على فريق اتحاد سيدي قاسم، حنا يعني خصك دير الاشاره باننا حنا اليوم كنسجلوا هذه الحلقه قبل المقابله ديال فريق اتحاد سيدي قاسم امام شباب الريف الحسيني، ولا نعلم النتيجه. كنتمناو ان الفريق يحقق شي نتيجه ايجابيه. الوضعيه ديال فريق اتحاد سيدي قاسم الان وضعيه صعبه، هو على مشارف يعني انه النزول القسم الوطني الثاني. كنتمناو يعني الالطاف الالهيه، يعني ان الفريق يضمن معجزه انه يضمن البقاء، ولا على الاقل يلعب مباراه السد. الناس ديال سيدي قاسم في هذه المرحله نخليو الانتقادات، نخليو الاحتجاجات، نخليو حتى الانتماءات. في هذه المرحله الفريق محتاج للدعم. ملي كنقول الدعم النفسي، الدعم المادي، الدعم المالي، لمن للاعبين والطاقم التقني. اللاعبين ديال فريق اتحاد سيدي قاسم انا شخصيا يعني تابعتهم هذه السنه، وانا شخصيا تكلمت معهم في هذه المشاكل. 3 ديال المقابلات عرف فيها الفريق انتصار، انهزام والتعادل. اللاعبين اللي عند فريق اتحاد سيدي قاسم هما واحد اللاعبين
اللي مازج ما بين لاعبين ابناء النادي وكذلك لاعبين من خارج المدينه. خارج المدينه. المستوى ديالهم ما غاديش نقول انهم ضعيف، ولكن فهاد اللاعبين ولا الطاقم التقني بقياده علي الميموني فهم محتاجين للدعم والمؤازره والتشجيع. وبعد نهايه الموسم سواء لا قدر الله وسقط الفريق القاسمي او ضمن البقاء، يعني ديك الساعه نحتجوا نطالبوا برحيل المكتب المسير. ورحيل المكتب المسير استعمال باش نكون معك واضح راه ولا مطلب جماهيري ومطلب شعبي في سيدي قاسم. ما كاينش اللي راضي على الوضعيه اللي وصل لها الفريق. ولكن غنقولها ونكررها، في هذه المرحله الفريق محتاج للدعم، محتاج للمؤازره، اللاعبين محتاجين للتشجيع. نخليو انتقادات من بعد، نخليو انتقادات كيف ما قلت لك نهايه الموسم. كما كنقولوا دابا اللي عطى الله عطاه. يعني دابا مثلا الرحيل ديال المكتب المسير في هذه الظرفيه في هذه المرحله واش غادي يغير شي حاجه؟ ما غادي يغير والو. اللي يمكن القيام به في هذه المرحله كيف ما قلت هو الدعم والمؤازره والتشجيع ديال اللاعبين والطاقم التقني. الرساله وصلت سيونس. غنمشيو لاخر فقره ديالنا اللي غنختموا بها، هي واحد فقره تلقائيه اختاريت لها اسم بلا زواق. واسع عماد، حنا راه من بدايه البرنامج كنهضروا. انا بغيت بلا زواق ديال بلا زواق، كنهضروا بلا زواق. مرحبا. غنعطيك اسئله خفيفه وتجاوبني بكلمه. مرحبا. السؤال الاول هو احسن جيل ولا احسن لاعب داز في تاريخ ديال الكره القاسميه؟ بالنسبه حنا عارفين ان الكره القاسميه دازوا فيها اجيال ودازوا فيها لاعبين تاريخيين. بغيت واحد. عبد الرحيم كرو. بغيت كلمه واحده ما تفوتهاش، انت طبيعه الحال في ميدان ديال التعليم. كلمه واحده. كلمه واحده كتصف بها التسيير الرياضي الحالي في مدينه سيدي قاسم، بالضبط اتحاد رياضي قاسم. كلمه. مهزله وفي الحضيض. مهزله وفي الحضيض ماشي مشكل، واخا جوج كلمات. ملعب من ملاعب القرب ولا ملعب الاحياء دوزتي فيه احسن ذكريات ديالك؟ النوفو. الملعب التابع للثانويه بنورش اعداديه بنورش. تنتفق معك، لعبنا فيها انا وياك. نفترض انك عندك واحد البطونه سحريه، قالوا لك شنو هي اول حاجه غتبدلها الا بركتي على هذه البطوله؟ شنو غادي تبدل؟ اقاله المكتب المسير للفريق اتحاد سيدي. دابا غتبرك عليها. دابا شنو هي الرياضه؟ غادي نقول شنو هي الرياضه اللي كتشوفها مظلومه؟ سي عماد، كيف ما كنعرفوا لا انا ولا انت رحنا حارسين سابقين فريق اتحاد سيدي قاسم لكره اليد. كنشوف ان فريق اتحاد سيدي قاسم لكره اليد يعني برئاسه السي عبد الواحد خشه والمدرب الاطار الوطني السي عبد الله بوتول كيقوموا بواحد المجهودات كبيره باش يخليو هذه الرياضه في سيدي قاسم. هذا نداء موجه للمسؤولين، نحاولوا اننا ندعموا هذا الفريق، خاصه ان هاد الناس يعني كيشتغلوا في صمت، فهم محتاجين لا الدعم المادي ولا المعنوي. حنا يعني مارسنا في هذا الفريق وكنعرفوا الاكراهات والمشاكل اللي كيعيشها هذا الفريق. اخر سؤال بقى قبل اخر سؤال، صفحه او منبر اعلامي كتشوف كيدير خدمه نقيه وبلا زواق وبلا بلا زواق بلا زعما انه يمشي والتملق وهذا سيدي قاسم. مع احتراماتي الزملاء لا يوجد. رساله ديالك في 3 الكلمات للجمهور القاسمي العريض؟ نفس النداء اللي وجهته من قبل، الدعم والمسانده والتشجيع ديال اللاعبين والطاقم التقني لفريق اتحاد سيدي قاسم، اللي بكل صراحه الواقع ديالو كيدمي القلب. وكنتمنى من اعماق قلبي ان الفريق يتعتق سواء يعني انه يحقق البقاء او على الاقل يلعب مقابله السلسله. شكرا لك سي يونس. كان نقاشا غنيا، نقاشا تبادلنا في اطراف الحديث. كنشكرك على الصراحه ديالك، وكنشكرك على تلبيه الدعوه ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده، نتلاقاو في موضوع جديد ان شاء الله، لما لا. بهذا مشاهدينا الكرام كنوصل لنهايه الحلقه ديالنا. كان معنا اليوم السي يونس العراجي، هو استاذ ناشط اعلامي رياضي في مدينه سيدي قاسم. تكلمنا على موضوع ديال الرياضه في مدينه سيدي قاسم. نتلاقاو في موضوع جديد وحلقه جديده. كان معكم عماد، بودكاست مع عماد. سلام.